وسهلا، مرحبا بكم. كان تحكي لنا على جديد فيما يخص موضوع المنتخب التونسي. والله ما عندي حتى شيء جديد، معناتها بكل صراحة معناتها نسمع من برا كيما الناس الكل اللي زيكو ادروات يا جوش. مي لحد اليوم ما عندي حتى كونتاكت مع حتى انسان. واللي قاعد يقول فيه معلول انك ربما ماكش صاحب المهمه تو في الوقت الحاضر. معلول تصريحات نتاع معلول الاخرى يكون سي فوزي مش نتاع الوقت الحاضر. والله هذاك رايو، فهمتي، على كل معناتها فوزي بالزرتي معناتها بتاريخه ماهوش جديد على الميدان، والقابه وتيترويته وكل شيء معناتها يبرهن كونه وين مشى فوزي بن زرتي الا والنجاحات معاه. كلا نقول له ما نجمش نجاوب حد شيء وربي يعينه معناتها. فهمتني، انا عمري ما نرد على الزملاء نتاعي. وحسب شكون تقترح وقت الراهن يكون؟ انا عدة مرات تكلمت في الموضوع هذا، قلت ما فيها بيس كان معناتها نجيبوا المدربين، نجيبوا بعض المسؤولين، بعض الصحفيين، ونعملوا معناتها جلسة وخلي معناتها الناس كل تختار، تبدا الناس كل امبليكي. بارتير دو لا الناس كل تحس بروحها معناتها، من الماس ميديا، من مسؤولين، من مدربين، من القدم والجدد، وهم معناتها يبدا عندهم كلمة في الموضوع هذا، لأنه الموضوع يهم المنتخب الوطني ويهم تونس ككل. بالطريقة هذه وقت اللي حتى تجيب أي اسم يبدا الناس كلهم داعمينه لأنهم شاركوا في الاختيار متاع المدرب هذا. نجيو تحضيرات الترجي، وين وصلت الاستعدادات لاخر حاجات تاع الترجي؟ فماش الاستعدادات، هي مع العمل اليومي معناتها كسوا معناتها سور لو بلان تكنيك، كسوا معناتها سور لو بلان بسيكولوجيك. وانا المبادئ نتاعي اهم شيء معناتها كيفاش تطور معناتها كل لاعب يزيد يطور احسن ويكون افضل ويكون العطاء نتاعو غزير. هذا هو المهمة نتاع المدرب. فين يقولوا مشكلة زعبية وين وصلت تو؟ والله ما عنديش مشكل مع حتى لاعب. أنا بالنسبة ليا ديما نقولها، راني عندي جروب جير ان جروب، جو سي با معناتها نتكلموا على فلان ولا فلتان، بورتون ما فما حتى داعي باش نتكلموا على اكس ولا يجريك. ولو بلوز امبورتون انا بالنسبة ليا معناتها انضباط في اوسان دي جروب اهم من كل حاجة. فهمتني، ما فماش مشاكل. قلنا بعدك ارتفع قضية بالجامعة والوزارة موجودة الحكاية. والله معناتها سي بوسيبل، على خاطر معناتها بكل صراحة أنا خذيت ترخيص من عند وزير الشباب والرياضة، خذيت ترخيص من الجامعة التونسية لكرة القدم، ومالوريزمون وقت اللي معنا انفستي وحطينا فلوس وبدينا نخدموا معناتها لقينا تعطيلات من جهتين، من الوزارة ومن واحد. في بعض الحالات يقولوا الوزارة ما تعطي دبلوم كان معناتها من عند مؤسسة دولية إيتاتيك. أنا نقول لهم بكل صراحة الجامعة التونسية اللي قاعدة تو تعمل في كونكور نتاع بور فورمي دي جون زونترونور وتعطيهم في لي ديغري، لوجيكمون ماهيش مؤسسة إيتاتيك نفس الشيء. فهمتني؟ سي فوزي لسه تو الحركية الكبيرة في المشاكل هذه رايك شنو تقول التوانسة في الوضعية هذه فن كروية؟ أنا كرويا ولا على النطاق الاجتماعي كل التوانسة معناتها عليهم كان العمل. ما فماش معناتها واحد ما يخدمش ويحب عطيونا، لا ما فماش. انا اقول لك فما يقول انت ايش تعطي للدوله، انت باش تعاون البلاد، مش انا، مش الدوله باش تعاونك. المفروض معناتها المواطن التونسي يلزم يفهم هذا، ويلزم يفهم الا من غير عمل ومن غير جد ومن غير كد ومن غير انضباط ما تونس ما تنجمش تنجح. قبل حبيب بورقيبه كان يقول الجهاد الاكبر هذا، فهمتني، الجهاد الأكبر هو العمل، والعمل معناتها ما فماش خلاف العمل كيما في الكورة كيما معناتها في أي منطقة في أي. الجامعة والجمعيات رأيك في الموضوع الصعيدي تطورات كبيرة ما شاء الله؟ والله التطورات معناتها الموضوع هذا شيك، والموضوع هذا عنده مدة وهو معناتها قاعد على المحك. المفروض يلزمنا نلقاو حلول ونلقاو معناتها عدة قرارات اللي تكون صارمة وجريئة، ولا معناتها باش توقف التيار هذا.